لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة بقى إعادة تدوير كرتونة. أي كرتونة موجودة عندك تقدري تستخدميها. الكرتونة دي كانت عندي، هي لقيتها خامتها حلوة قوي ومن النوع اللي هي تقيلة كده، وكمان القماش اللي انا هستخدمه ده بتاع بلوزة كانت موجودة عندي برضو مش بلبسها وكده. فاستغلت بقى الاتنين وقلت كده اعمل ايه، منظم حلو يعني. اول حاجه هعملها هاخد المقاسات بتاعت البوكس كده من ورا، علشان هعمل بيها برضو البوكس من جوه هغلفه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى اللي انا اقص القطعه بقى اللي انا قصيتها دي، هقص واحده قدها برضو علشان هغلفها برضو من جوه. وطبعا الاجزاء اللي بلاقيها معايا زياده بقصها كده بالمقص لحد ما اسويها، لان القماشه اللي انا مستخدماها عامله زي الجل كده، فهي مش بتظبط يعني معايا على طول. بعد كده بالمسدس الشمع وابتدي بقى اللي انا الزقها، وفي الاخر برضو بعد ما اخلصها من كل الجناب الحتت اللي هلاقيها زياده برضو هقصقصها بالمقص علشان تكون مظبوطه ومستويه. يا بنات انا خلصت الجزء اللي ورا من الظهر طبعا، قصه واحده قدها للبوكس من جوه تمام. هلزقها برضو بنفس الطريقه برضو. حاولت على قد ما اقدر ان انا اطلعها على قد المقاس بالظبط، بس ايه طلعت معايا كبيره شويه برضو وقصيتها برضو. طبعا غلفت بقى الاجزاء اللي جوه دي كلها تمام، وبرضو هغلفها من بره، مش عايزه يكون فيها حاجه من الكرتون باين، عاوزاها كلها تكون متغلفه يعني، بحيث ان هي تكون شكلها حلو وكده. طبعا عندك تقدري تستخدميه يعني، والافضل يكون القماش اللي هو يعني ايه، يكون عامل زي الجل وكده، علشان لو مثلا طلعت مثلا صغيرة تعرفي اللي انت تشديها وكده، فبيبقى سهل بصراحة في الشغل يعني. ممكن برضو القماش الفرو ده برضو يبقى شكله جميل كده. انا غلفت البوكس كله، مفيش الا الجزء اللي قدام ده دلوقتي هعمله بقماش ابيض عشان ما يبقاش كله نفس اللون وكده. حبيت ان انا اكسر يعني اللون ده، وده هيبقى الوش بتاع البوكس بتاعي. بعد كده بقى الاجزاء اللي هي بيبقى فيها شمع وكده، ومكان مكان الشمع وكده ما احنا لازقين، جبت كده شريط ستان وداريت بيها الاجزاء اللي هي مكان الشمع وكده. هنا طبعا الشريط ده كان مكان القصاقيس وكده اللي انا عاملاها، فحطيته كده وحطيت لها الفيونكه دي. برضو فيونكه انا اللي عاملاها يعني، مكشكشاها بايدي كده، وحطيت لها كده خرز كده على شكل زراير كانه يعني قميص مثلا. وشكله بصراحه جميل جدا اهو بصوا.
طلع معايا مظبوط. وكمان اللي عاجبني فيه ان هو الماتيريال بتاعه تقيل يعني جامد، لو مثلا ممكن اقف عليه يعني. فهو البوكس طلع جامد جدا، علشان كده انا استخدمته. ممكن طبعا تحط فيه فوط، تحط فيه الدولاب، تحط فيه مثلا ترنجات، اي حاجة يعني في الدولاب كده تنظميها فيه، بيبقى شكله حلو قوي. احسن ما حطوهم كده كلهم فوق بعض، هيديكي شكل حلو قوي في الدولاب. هو بصراحة منظم جميل، والشكل النهائي عاجبني زي ما انتم شايفين كده، شكله جميل جدا وكيوت. طبعا هو له استخدامات كتير قوي، ممكن تحطيه في المطبخ، تنظمي في اي حاجة في الضلف او كده، تحطي فيه فوط المطبخ كده، تلفيها على شكل رولات كده وتحطيها مثلا فوق الفرن، او تحطيها فوق التلاجة في اي مكان عالي كده برضو. هو بصراحة جميل جدا جدا يعني، وله استخدامات كتير برضو. لو فكرتي له ممكن تستخدميه كمنظم للطرح، او تحطيه على التسريح، تحطي فيه السبريهات والحاجات اللي هي بتبقى عالية، البرفانات الحاجات اللي بتبقى عالية دي وكبيرة. برضو هيبقى جميل جدا. اتمنى بقى تكون الفكرة بتاعتي عجبتكم النهاردة، وتكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفي قناتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.